السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، يا صباح الجمال. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ وحشتوني والله. ايه اخباركم؟ النهارده هنعمل ايه؟ جايه لكم بطبق الكوسه. خلاص بقى زينا من الاكل والكوسه. الكوسه غاليه والله، يعني ما تفكروش ان هي كوسه رخيصه، لا. الكوسه غاليه الايام دي، معرفش ليه. لسه نازله اهي. نضفتها طبعا، قلت عشان ما ناخدش وقت. جربتها بالمقشطه زي ما بنعمل البطاطس كده، واديتها طرنشات. هنعمل كوسه باللحمه المفرومه. ايه رايكم في الجمال؟ حلوه، اكله خفيفه واقتصاديه ويعني سهله برضك. مش قوي. والرز على النار اهو. قلت اخلص الرز ونعمل صينيه ايه؟ كوسه. ومعانا تومه، ومعانا بصله، ماشي. ومعانا الصلصه بتاعت الكوسه، وعندي عصاقة لحمه مفرومه. دي قلت اعصقها تعصيب كده على طول، عشان تبقى ريحتها حلوه وطعمها احلى برضك من اللحمه النيه على طول. هي كده كده تبقى ني في ني. يلا بينا، يلا بينا. نحط هنا الكوسه اهي. بسم الله ما شاء الله. ادي صينيه جرداها وخرطاها وغسلاها. ونحط البصل. نحط البصل. بصوا ادي البصل ما شاء الله. حط التوم. حط التوم. حط التومه. الكوسه بتحب التوم. ونحط فلفل اسود. بنحب الفلفل كتير كده، مع ان الفلفل الكتير ده غلط. متحطيش فلفل كتير. حط ملح. حط ملح. فلفل حامي ازاي؟ مش حبة ملح. اللحمة خلي بالك، اللحمة متعصجة حاطة فيها ملح وحاطة فيها فلفل، يعني متظبط الدنيا، متظبطة. نشيل حاجتنا واحط حتة لحمة. بصوا اهو ارشها كده. يعني هي ما فيهاش اي حاجة. صينية الكوسة هي اتعملت خلاص، يعتبر اتعملت. حط معلقتين 3 لحمة كده اهي ما شاء الله. ايه رأيكم بقى؟ خلاص كده خلصت صينية اللحمة بتاعتنا دي. الكوسة باللحمة المفرومة. بصوا اهي. واحط الصلصة وتتحط على النار، وخلاص على كده. ادي صينية الكوسة، سهلة وبسيطة. على قد كلمتي، سهلة وبسيطة. معلش بس الكوسة النهارده ب 30 و 40 جنيه الكوسة. مش هناكل؟ لا هناكل وخلاص. وادي الصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الصلصة كده اهو. على قد ما تاخد اهي، عشان لسه هتستوي طبعا. ونحطها على النار هتستوي معانا. وكده خلصت صينية الكوسة. قوام ما فيهاش اي حاجة. عرفت صينية الكوسة بتتعمل ازاي؟ كوسة، بصل، توم، طماطم، حتة لحمة مفرومة. لو عندك، ما عندكيش خلاص اعملي صينية الكوسة من غير لحمة مفرومة. مش لازم يعني لحمة مفرومة. في مفيش، والحمد لله رضا من عند ربنا. ويلا نحطها على البوتاجاز نسويها، وارجع لكم تاني وما تمشوش. انا كده مولعه البوتاجاز، واشيل حاجتي. قبل ما اشيل حاجتي وارجع لكم تاني. اوعوا تمشوا، هرجع لكم تاني والله. شايفين التكتكه بتاعت الكوسه؟ جميله. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. ويا سلام لو عليت كمان عليها البوتاجاز. بصوا قولوا ما شاء الله ما شاء الله. ايه الجمال ده؟ الله الله الله. صينيه الكوسه جميله باللحمه المفرومه. قولوا ما شاء الله ما شاء الله. واللي ياكل بألف هنا وشفا. وادي الرز بتاعنا الجميل اهو. ايه رأيكم فيه؟ ما شاء الله ما شاء الله. يا جمالك، يا تكاتك، يا حركاتك. الله ينور يا ماما. وعليك يا حبيبي. احمد في المطبخ. رجعت لكم اهو تاني. مش انا حفت لكم، هرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني. وكده احلى صينيه كوسه واستوت وبقت جميله. وما شاء الله. للي ياكل معانا، يا ترى مين هيتغدى معانا النهارده؟ واحلى طبقين رز بقى كده بالشعريه. ها؟ ايه رايكم في الجمال؟ طبعا النهارده ما قدمت لكمش الطبق البتنجان، صح؟ مش بتنجان. هندور على حبه مخلل بقى كده جنب الاكل، ولازم المخلل جنب الاكل. ما نعرفش ناكل لقمه الا من المخلل. وكده احلى صينيه كوسه. بصوا اقربها لكم.
ما شاء الله ما شاء الله. احلى صينيه كوسه دي ولا ايه؟ قولوا ما شاء الله. ايه رايكم في الجمال؟ بصوا تحفه صح؟ وكده اقول لكم ما تنسوش اللايكات، ما تنسوش ما تنسونيش، انا بحبكم قوي في الله. وكده اختم الفيديو اقول لكم باي باي. ناخد صينيه الكوسه كده عشان تتفرجوا عليها ونقول باي باي. يلا يلا.